الشهيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. فرنسا هي من ستبدأ التسجيل أو التنفيذ، وعن طريق مبابي نجم المباراة وصاحب الهاتريك في المباراة النهائية نجح مرتين في مواجهة إيميليانو مارتينيز، والآن يسجل الركلة الترجيحية الأولى ناجحة للمنتخب أمام ليونيل ميسي الغير محظوظ في النهائيات من خلال ركلات الترجيح. يواجه أوغو لوريس يبحث عن مواصلة مشوار التألق في هذا النهائي. لوريس ليونيل بالكثير من الإبداع والثقة يابانيا عن طريق من كينغسلي كومان في مواجهة مارتينيز. لا 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 يأتي الآن، قلت لكم الخطأ وارد، راح اللي ما يغلط. باولو ديبالا هو اللاعب الذي سينفذ الركلة الترجيحية الثانية. ديبالا لا 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 في المنتصف وبكل ثية. إيميليانو مارتينيز في مواجهة تشواميني. يبدو بأن المدرب الفرنسي ديشو غير واثق، هنالك الكثير من القلق. تشواميني ولا مارتينيز؟ تشواميني ضاعت اقتراب من الحسم، ركلة الوصول والاقتراب من اللقب. ملعوبة لا 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 باريديس جنة رابعة. كولومواني يسجل كولومواني. يطير إلى بوينس آيرس إن سجلها الأرجنتين بطلة للعالم. مونتيل في مواجهة لوريس. مونتيل مسكوا الختام. خلاص الأرجنتين بطلا للعالم للمرة الثالثة في التاريخ. الأرجنتين وبقيادة ليونيل غالبا اختارت كرواتيا التنفيذ، وعن طريق بلازيتش الركلة الترجيحية الأولى. نيكولا بلازيتش في مواجهة أليسون. مستحيل في مواجهة حارس مرمى متخصص، والخوف كامل الخوف من أقدام رودريغو ولا ليفا. رودريغو لا 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 يتصدى ليفاكوفيتش، يتصدى الأخطبوط ليفاكوفيتش يعني يسجل. يجب على أليسون أن يتصدى، وإلا فإن ماير سيعطي الأفضلية كامل الأفضلية. أليسون ولا ماير؟ مين يقدر على كرواتيا في رسمها المميزة في مواجهة أفضل حراس البطولة؟ كاسي بالتصدي سيعيد البرازيل. مودريتش لو سجل سيقرب كرواتيا عن طريق لوكا. ومنذ متى يخذلهم لوكا؟ مودريتش يسجل وبياكوفيتش. بيدرو من أجل الثاني الأهداف، ليفا من أجل التصدي. بيدرو ليفا. يا سلام جميلة جدا من بيدرو الذي يضع الكرة في المرمى ويسجل الثاني للمنتخب. هذا البديل اللاعب أورسيتش هو اللي راح ينفذ الركلة الترجيحية الرابعة. أورسيتش في مواجهة أليسون. أورسيتش أليسون. تشعر وأنهم لا يلعبون إلا
ركلات الجزاء. كوفيتش وماركينيوس، ليفا وماركينيوس، ماركينيوس البي اس جي، ليفا كوفيتش في المرمى، ليفا كوفيتش لا 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 كرواتيا المتخصصة إلى الدور القادم، إلى نصف النهائي. باي باي برازيل، عودوا إلى شواطئ الكوباكابانا. التسديد هو من ينتصر بنتيجة المباراة، لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون، عبد المجيد الله 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 الله. أول الأهداف حاول التعديل من خلال إحداث الركلة الترجيحية الأولى لمصلحة المنتخب الإسباني في مواجهة بونو، في مواجهة ياسين 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 إتقان زياش فريق العاصمة اللندنية أو الإنجليزية لندن. حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون. حكيم الله في اللحظات الأخيرة من أحداث هذا اللقاء. كارلوس سولير في مواجهة ياسين، سولير في مواجهة بونو. يلا يا ياسين، يلا يا زين، يلا يا ياسين. سولير الله 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 الله. في مواجهة أوناي بدر بنون، الثالثة مفتاح التأهل، الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة. لا 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 لا. بدر بنون يضيع الركيتها يا ياسين، عيدها يا زين، عيدها يا زين، عيدها يا بونو، عيدها يا بونو. طلبتك انك تعيدها يا بونو. بونو مستحيل يا التعليمية عن طريق أشرف حكيمي. يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب. المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم، فخر العرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون لإسبانيا مع السلامة باي باي، مع السلامة باي باي، بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو. إذا مرة أخرى إذا يا الأحبة الكرام هنا ركلات الترجيح هي من ستحسم مباراة الأرجنتين وهولندا. وهنا الركلة الترجيحية الأولى لهولندا عن طريق لكن إيميليانو يتصدى، إيميليانو مارتينيز يتصدى ليو على تنفيذ ليو أمام حارس المرمى الحارس نوبرت. ليو نوبرت في أولى ركلات الترجيح لمنتخب الأرجنتين. هنا ليو في المرمى حط أرضية بكل هدوء ببرودة أعصاب لهولندا. إيميليانو يسعد بيرخاوس وتسديد إيميليانو من جديد. إيميليانو اعتادت الأرجنتين أن تعتمد على ليو وكذلك على
الترجيحية الثالثة بنجاح أمام روبرت يتصدى. موتيل على تنفيذ الأرجنتين. هنا موتيل يا